السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم نكن نظن أن فريقا عربيا سيصل إلى المربع الذهبي لمونديال العرب في قطر. فاجئنا المغرب، بل فاجأ العالم كله بأنه حقا فريق الأسود. هل هزيمة المغرب أمام فرنسا كانت معدة مسبقا؟ هل تم ابتزاز قطر بسبب مباراة المغرب وفرنسا؟ لماذا حضر ماكرون هذه المباراة تحديدا رغم أن الملوك والرؤساء لا يحضرون إلا مباريات الافتتاحات أو المباريات النهائية؟ إذا كان فريق بلاده أحد فريقي النهائي، السؤال الأهم: أين أمير قطر من مباراة المغرب وفرنسا رغم أنه حضر كل مباريات العرب تحديدا في هذا المونديال وكان يشجع الفرق العربية مع اختلاف ألوان فانيلتها وبلدانها؟ ماذا فعل اتحاد المغرب أمام التلاعب في نتيجة هذه المباراة؟ تعالوا نضع أمامكم ما حدث واحكموا، هل حقا تعرض المغرب لمؤامرة من قصر الإليزيه والمخابرات الفرنسية أم أننا متعصبين لفريقنا الذي لم يصل للنهائي؟ بداية إليك ما فعله الاتحاد المغربي بعد يوم من انتهاء مباراة المغرب وفرنسا. المغرب الذي كان أكثر استحواذا على الكرة، المغرب الذي كان أكثر ثباتا على أرضية الملعب، المغرب الذي تم استبعاده من المباراة النهائية بفعل فاعل. وهل تظن أيها الطيب أنهم كانوا سيسمحون بوصول فريق عربي مسلم أو مسلم إفريقي إلى نهائي المونديال على حساب أحد أهم الدول الماسونية في العالم فرنسا؟ هل هذه كرة قدم أم أنها سياسة؟ أجزم لكم أنها سياسة، وأن المغرب أو السعودية أو تونس لم يكن مسموحا لهم أبدا أن يصلوا للنهائي. أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الخميس أنه تقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة بخصوص ظلم تحكيمي تعرض له في المباراة ضد فريق فرنسا 0-2 الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022. قال الاتحاد المغربي في البيان: احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يعني اتحاد كرة القدم المغربي بلغة المصريين، بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة المكسيكي سيسار أرتورو راموس المفضوح ابن المفضوح اللي ضيع ضربتي جزاء على المغرب. طبعا الاتحاد المغربي مش هيقول المفضوح ابن المفضوح، ده انا اللي بقوله، ده رأيي انا. وضح الاتحاد المغربي انه بعث رسالة الى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية اللي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم. وانا بقول لهم ما كانتش الحكاية محتاجة مختصين اصلا. ضربة الجزاء الاولى في الشوط الاول في منطقة جزاء فرنسا، اللاعب المغربي الموهوب الرائع سفيان بوفال رايح بالكرة في اتجاه المرمى، حط المدافع الفرنسي ثيو هرنانديز رجله وخد ساق سفيان واسقطه ارضا. الحكم المكسيكي ابن المفضوح يدي لسفيان كارت اصفر ويحتسب ضربة حرة عليه هو، رغم انه هو المضروب واللي وقع بفعل المدافع داخل منطقة جزاء فرنسا. شوف كده جمال الغندور الحكم الدولي المصري اللي حكم في كاس العالم بيقول ايه على الضربة المفضوحة دي. هناك حالتان في منتهى الأهمية لهما تأثير كبير جدا في نتيجة المباراة، حالتي حدثتا في الشوط الأول. نشوف مع بعض الحكم بيحتسب ركلة حرة ضد الفريق المغربي وينذر اللاعب المغربي. ما هو الخطأ الذي ارتكبه اللاعب المغربي؟ قدمه على الأرض، قدمه على الأرض. نكمل. قدمه على الأرض. من الذي ذهب إليه؟ المدافع. المدافع هو الذي ذهب إليه، المدافع هو الذي ارتكب المخالفة. إذن هذه مخالف على مدافع داخل منطقة جزاءه، لم تحتسب ركلة جزاء بهذا الوضوح، لم تحتسب ركلة جزاء، ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ده رأي الحكم الدولي جمال الغندور، إنها ضربة جزاء للمغرب لم تحتسب، وهذه بنالتي 100%. يا حكم يعمل قلب والعين والضمير والبصر
البصر والبصيرة. ضربة الجزاء الثانية برضو كانت في الشوط الأول، في نهاية الشوط الأول، ضربة ثابتة من منطقة منتصف ملعب فرنسا، اتلعبت الكرة سقطة أمام حارس المرمى بتاع فرنسا. شوف كده 2 لاعبين مغاربة بيمسكهم 2 لاعبين فرنسيين في خطأ واضح. مش بس كده، اللاعب الفرنسي أوريلين تشوميني مسك لاعب الوسط سليم إملاح وحطه في حضنه وسقط بيه على الأرض. عايزين إيه تاني؟ كتفه ونزل بيه بالقوة للأرض. والحكم المكسيكي الأعمى، أعمى البصر والبصيرة، المفضوح ابن المفضوح، لا نطق ولا كلمة، ولا مساعد الحكم رفع راية، ولا الأربعة العمي اللي قاعدين على البار شافوا حاجة. أصيبوا جميعا بالعمى. ليه؟ لأن المغرب من الممكن أنها تفوز بكاس العالم الماسوني هذا، لأن هذا الكاس مكتوب لهم فقط. شوف الكابتن جمال الغندور الحكم المصري الدولي بيقول إيه على ضربة الجزاء الثانية اللي المفضوح ابن المفضوح ما حسبهاش. نشوف مع بعض المسك من اكتر من مكان، لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا دلوقتي. هما الاثنين في نفس الحيز، ومن طرف واحد، بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا. الفانيلا ممسوكه من المدافعين، مدافعي المنتخب الفرنسي. نشوف مع بعض اللاعب رقم 15 من المغرب ممسوك بهذا الشكل، واستمر المسك. خلينا نكمل بقى اللقطه. استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الارض. وشفنا في مباريات كثيره في البطوله ركلات جزاء للمسك داخل منطقة الجزاء لم تم احتسابها. هنا لم يتدخل حكم الفار، لم تحتسب ركلة جزاء. لما يكون عندنا ركلتي جزاء في مباراة واحدة في نصف النهائي لم تحتسب في الشوط الأول، والنتيجة الفريق كان متأخرا بهدف، أعتقد أنها حالات وأنها أخطاء أثرت على نتيجة المباراة. ضربة جزاء لو كان حكم حواري أو ساحات شعبية كان اداها ضربة جزاء واضحة، لكن لا يمكن تفوز المغرب، خصوصا بعد ما وصل الفرخة ماكرون لحضور فوز فرنسا قبل المباراة ما تتلعب. يعني الفوز اتحدد قبل اللعب. الاتحاد المغربي قال في الاحتجاج اللي مش هيغير النتيجة بالطبع، واللي كان لازم يحصل احتجاج شديد جدا من اللعيبة المغاربة ومن فريق التدريب المغربي أثناء الضربات، وكان لابد أن المباراة تقف إلى أن يتم مشاهدة الضربات في الفار. لكن الغريب جدا أن حتى لاعبي المغرب لم يحتجوا. مش فاهم ليه، مش عارف وافقوا على الظلم ده ليه. بيقول الاتحاد المغربي في البيان اللي أرسله أن المغرب استغربت في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار حكم الفيديو المساعد يعني لذلك، وأنهم لن يتوانوا في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبين بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولا أي حاجة يا عم يا بتاع الاتحاد، ولا حد هيسمع لك كلام، والبطولة هتروح لفرنسا رغم ان الارجنتين افضل، ورغم ان المغرب لو وصل للنهائي كان مرشح قوي جدا ياخدها بالمستوى اللي لعب بيه ده. ليه كل ده؟ خد عندك بقى يا سيدي واسمع الحقيقة الحصرية المرة. هذا ما وصلني انقله لكم كما هو. مخابرات الإليزيه تبتز قطر لحرمان المغرب من الوصول إلى نهائي كأس العالم. دي الرسالة اللي وصلتني بهذا العنوان. انتصار المنتخب الفرنسي في مقابلة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 على نظيره المغربي كان مخططا خبيثا مدروسا بعناية فائقة، حيث اصطدمت الحسابات السياسية للدولة الفرنسية العميقة مع طموحات المغرب الكروية. مجرد اننا نحلم حتى في الكورة ممنوع يا ولاد الفراخ يا شمال. فرنسا قامت بأبشع عملية ابتزاز كروي في العالم من خلال التهديد بالنبش في تفاصيل وخلفيات احتضان قطر للمونديال، رغم اننا عملنا حلقة وبينا ان ما كانش فيه اي رشاوى ولا كلام فارغ. اذا ما فاز المغرب على فرنسا في مباراة نصف نهائي كأس العالم المخطط تم الاعداد له بعناية فائقة طيلة الفترة الأخيرة ليتم تطبيقه ليلة واحدة قبل انطلاق مباراة المغرب وفرنسا. ففي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 تمت إقالة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي بتهمة تلقي رشوة من قطر للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي. وهي قطر هتأثر على البرلمان الأوروبي ليه؟ طلب الإقالة تقدمت به النائبة الفرنسية من أوبري، حزب فرنسا الأبية، الرئيسة المشاركة لتكتل اليسار الراديكالي في فرنسا. عملية الإقالة فجرت فضيحة داخل البرلمان الأوروبي ستكون لها تبعات خطيرة على قطر إذا ما تم
المضي في التحقيقات، وبكده تكون البرلمانية الفرنسية أهدت ورقة استراتيجية مهمة لقصر الإليزيه ولماكرون بالمكرونة، الفرخة بالمكرونة، للضغط على قطر وابتزازها يوم 14 ديسمبر 2022. إيه اللي حصل بقى؟ ماكرون الفرخة الفرنسية الشمال حضر شخصيا المباراة، مباراة نصف نهائي مونديال قطر 2022 بين المغرب وفرنسا، وده أمر غريب، مش بيحضر النهائي، بيحضر اللي قبل النهائي، يحضر وهو متأكد أن منتخب بلاده سيتأهل بعد نجاح عملية الابتزاز المقيتة لقطر أثناء المقابلة. ظهر منذ البداية تحيز تحكيمي واضح من الحكم المكسيكي لصالح المنتخب الفرنسي، إذ قام بحرمان المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين، علاوة على حرمان أسود الأطلس من ضربات أخطاء واضحة. والسؤال والإجابة والفهم الأهم، أمير قطر الشيخ تميم وزوجته كانوا بيحضروا كل مباريات العرب وتحديدا المغرب، لماذا تغيب هذه المباراة؟ ولماذا لم يكن رافعا لعلم المغرب كما كان يرفع في كل المباريات الأخرى؟ هذا الموقف غريب، رغم أن اللي بيحضر المباراة كان رئيس دولة. غريب برضه، مش كده ولا ايه يا مسعد؟ تغيب امير قطر الشيخ تميم لان الهدف كان مدروس منذ البدايه، الا وهو ان فرنسا تفوز بالضغط على قطر وعلى الفيفا، وهذا ما رفضه امير قطر ورفض حضور هذه المهزله. قطر التي حققت أفضل نسخة من كأس العالم حتى الآن بشهادتهم هم، تنظيم وأخلاق ونظافة وكرم على أعلى مستوى. عرفنا بقى أحمر جاموسة وعمر اللي مش مؤدب ولا مش أديب كانوا بيقسموا ان المونديال لن يقام في قطر. ليه؟ ايوه، لان التدابير دي كانوا عارفينها، لان هذه الدول التي استعمرت بلادنا وما زالت تستعمرها لا تحتمل ان ترى اي نجاح تقوم به احدى دولنا العربية المسلمة، سواء في التنظيم كقطر او في الفن والقوة والخطط واللعب كالمغرب. المغرب لم يفز بهذه المباراة لكنه لم يهزم. هذا الفريق الذي وضع البسمة على شفاهنا جميعا وعلى وجوه كل العالم المحترم لم يهزم أبدا. إياك تظن أن هذا المستعمر الفرنسي القديم للمغرب الأبي قد نسي أنه قد احتل المغرب، أو أنه سوف ينسى في يوم من الأيام حتى ولو في لعبة كرة قدم أن المغرب لابد أن يهزم منه. هل جند هذا الفرنسي المقيت أجهزته الاستخباراتية للتدخل في حدث كروي عالمي؟ ما حدث في هذه المباراة سوف ينكشف والأيام بيننا. اليوم خرج مدرب تشيلسي الإنجليزي عن صمته، المدرب جراهام بوتر، قال في تصريح نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، قال إن هذا المنتخب المغربي تعرض لمؤامرة وفقد فرصته التي كان يستحق للعب على نهائي كأس العالم بسبب التحكيم. قال أن المغرب كان يستحق أن يفوز، فقد كان مستوى هذا الفريق ولاعبيه أفضل من الفريق الفرنسي. قال إن المغرب يجب أن يفخر بهذا الجيل من اللاعبين، لقد صنعوا التاريخ ورغم تعرضهم لظلم واضح من التحكيم إلا أنهم قدموا مباراة كبيرة ضد المنتخب الفرنسي، لم ينهاروا كما انهار الفريق الكرواتي. قال جراهام مدرب تشيلسي أن حكيم زياش لاعب موهوب جدا وقدم مونديال كبير للغاية، رغم أنه لعب دقائق قليلة في مونديال قطر إلا أنه يبقى من أفضل اللاعبين في كأس العالم بقطر. قال جراهام أن ضربتي الجزاء غير المحتسبتين كان لهما تأثير كبير في سير المباراة، ولو تعادل المغرب في الشوط الأول بإحدى الضربات لتغيرت مجريات هذه المباراة ونتيجتها. نعم، هذا رأي أحد المدربين الكبار الإنجليز، وهذا رأينا أيضا رغم أننا مش مدربين ولا كبار. نعم، المغرب كان يستطيع. بقي أن أعرض على حضرتك هذه المهزلة. انظروا معنا إلى هذه الصورة. هذا هو فريق فرنسا الذي يخوضون به مباريات كأس العالم بقطر باسم فرنسا. انظر كيف سرقت فرنسا خيرات افريقيا من ذهب ويورانيوم ومعادن وغيرها، وكيف سرقت حتى البشر. هذه اصول فريق فرنسا. لابيز ماتويدي، الاب كنغولي والام من الكونغو، اللاعب بول بوبجا
الأبوان من غينيا، سامحوني في نطق الأساميهم لأن أساميهم صعبة عليا. كيليان مبابي اللاعب الموهوب جدا الذي من الممكن أن يرث مكانة بيليه. الأب من الكاميرون، أما الأم بقى تصور يا سيدي منين؟ من الجزائر اللي احتلتها فرنسا وقتلت من أهلها الشرفاء 2.5 مليون إنسان. اللاعب جبريل سيديبة أصله من مالي. اللاعب نبيل فقير الأبوان من الجزائر. اللاعب علي رامي الأبوان من المغرب. صمويل أوموتيتي من الكاميرون. اللاعب بريسينيل كيمبيبي من الكونغو. اللاعب عثمان ديمبيلي أصله من الأم موريتانيا والأب السنغال. اللاعب ستيف مانيندا أصله من الكونغو. اللاعب كورونتان توريسو أصله من توجو. اللاعب بنجامين ميندي الأبوان من السنغال. اللاعب ستيفن نازونزي الأبوان من الكونغو. اللاعب توماس ليمار أصله من غواديلوبي. الأخيرة دي بصراحة أول مرة اسمعها، معرفش أصلا البلد دي فين. اللاعب ناجولو كانتي الأبوان من مالي. شفت يا سيدي بقى، آدي فريق فرنسا العظيم. يا ترى فين الفرنسي فيهم؟ تسألني بكره فرنسا ليه؟ أقول لك لأنها منبت ومنشأ الماسونية في الشرق، رغم أن الماسون في الأصل إنجليز واسكتلند، لكن فرنسا هي اللي نشرت خبث الماسونية في الشرق. فرنسا هي اللي احتلت البلاد وغيرت ثقافتها ولغتها بقوة السلاح. فرنسا اللي قتلت من أهالي الجزائر أهلنا أكتر من 2.5 مليون مسلم. فرنسا هي اللي عاملة متحف تحتفظ فيه بجماجم أجدادنا من الجزائريين المجاهدين في فرنسا عندهم في باريس. فرنسا هي اللي موتت وغرقت الجزائريين في نهر السين. فرنسا هي اللي تأمرت على فلسطين مع الإنجليز، وهم اللي قسموا جسم الأمة الإسلامية إلى كانتونات ودويلات حتى يسيطروا على خيراتها إلى الأبد، ويدوا فلسطين أيضا إلى الأبد إلى الكيان الصهيوني. عاصمة النور والدعارة والخمورة التي اخترعت البرفانات حتى يغطوا على نتانة روائح أجسادهم التي لا تعرف الماء بالسنين. هذه الشعوب لا يجب أبدا أن يسودوا بلادنا ولا ثقافتنا. هؤلاء الذين رأوا في قطر شطاف الحمامات أكرمكم الله للمرة الأولى فانبهروا به وقالوا لابد أن ننقلوا إلى بلادنا. هذه شعوب اعتادت النجاسة فلا تتخذونهم قدوة أيها السادة. تعالوا نرى أنفسنا كما يجب ونعود إلى ديننا وثقافتنا. نحن الذين علمنا العالم سواء منذ الفراعنة أو حين ساد الإسلام والمسلمين العالم كله، وعلموا أوروبا فنون الطب والهندسة والفلك والصيدلة. وهذا حديث آخر في موضع آخر بإذن الله. انتظروا بث مباشر عن المغرب، هل هو عربي أم أمازيغي، وهل هناك تعارض بينهما؟ نلتقي بإذن الله تعالى في بث نفتح معا الملفات المسكوت عنها. وهذا ماجد عبد الله يحبكم ويحييكم. استنى يا حبيب والديك، رايح فين؟ اخبط لايك وشرفنا بالاشتراك في القناة إن لم تكن قد شرفتنا بعد، وشارك الفيديو إذا وجدت أنه مفيد. وسلام.